هذه قصة دكتور سوري يعمل في أحد مناطق الخليج. صار معاه شيء لا يصدقه لا عقل ولا منطق أبدا. سبحان الله، صارت معاه في أيام الأحداث في سوريا شيء مرعب يا أخواني. دق عليه أبوه في أيام سوريا، قال له: يا ولدي تعال انزل ساعدني في سوريا، أنا ما عاد أقدر، ما عاد عندي طاقة أعين نفسي. قال له الدكتور: إن شاء الله خير. الدكتور أخذ رأي زوجته، قال لها: الوالد طلبني هناك والوالدة، وقال له: تعال وعيننا. زوجتها رفضت الأمر، هم عايشين هنا ولهم مدة هنا، وقالت لها الآن في أحداث في سوريا والوضع يعني جدا سيء. قال الله خير إن شاء الله. رجع أبو الدكتور كلمه مرة ثانية، قال له: يا ولدي والله أني تعبان ولا أقدر أعين نفسي، أبيك تجي عندي وتجلس عندي وتعيني وتساعدني. الدكتور كلم أبوه وأمه: إيش رأيكم أجيبكم عندي في الخليج ونعيش هنا عيشة حلوة إن شاء الله، والحين الوضع في سوريا ما تسمح أني أنزل. قال له الأبو: ما فيه مجال، مصر أنك تنزل عندي. أصر عليه أنه ينزل ولده عليه، وبالفعل اقتنع الولد أنه ينزل، الدكتور أنه ينزل على أبوه وعينه، وأقنع زوجته وعيالها اثنين، وفعلا نزلوا على سوريا. نزلوا على سوريا فعلا، وكان عندهم بيت فيه طابقين. الطابق اللي فوق سكن الدكتور وزوجته والعيال اثنين، والطابق الأرضي سكن فيه أبوه وأمه. في يوم من الأيام اشتد القصف على أهل سوريا، أسأل الله أن يفرج عنهم. اشتد القصف عليهم جدا، إلا سبحان الله ليلة من الليالي تعبت أم الدكتور، ونزلت عنده زوجة الدكتور تعين أمه، نزلت عنده كل الليل عنده وتداريها وتعالجها. بقى مين في الطابق اللي فوق؟ بقى الدكتور وعيالها اثنين. سبحان الله، بنفس الليلة اللي نزلت زوجة الدكتور تعين أمه، نزلت قذيفة على بيتهم اللي تحت. قدر الله وما شاء فعل. نزل الدكتور إلا حصل زوجته وأبوه وأمه متوفين. طبعا زعل، ويعني جرى عليه اللي ما جرى. قال خلاص هنا لابد أني أترك البلد الآن وأرجع إلى دول الخليج أكمل عملي. وفعلا الدكتور عزم الأمر وشد الرحال، يبي يرجع مناطقه الخليج اللي عاش فيها وعمل فيها. سبحان الله، بعد ما دفن زوجته وأمه وعياله ما عاد له نفس في سوريا، شال عياله اثنين واتجه باتجاه الخليج. سبحان الله، يعني عانى على الطريق شيء لا يصدق، مر بمناطق ومر بصعوبات، ويعني كل ما يجي عن منطقة يجيه صعوبات. وبالفعل دخل منطقة مهجورة، دخل بيت مهجور. فهذه اللحظة اشتد الوضع يعني جدا عليه، صار قصف وصار قناص يضرب فيه، ما عاد يقدر يطلع. اللي يضرب القناص عرف انه في البيت. دخل هو البيت المهجور أول الليل، قال خلاص لابد اني اطلع من هذا المكان، إن جلست فيه لابد يجون ويذبحوني في مكاني. ربط ابنه الأول قدامه وولده الثاني وراه. قريب الفجر كذا قال هذه اللحظة لازم إني أعدي فيها. وبالفعل جاء الفجر ولا هو بسم الله توكل على الله عدى. ما أدري كيف، سبحان الله، اللي جته طلقة ضربت الطفل اللي وراه، ابنه اللي وراه جته طلقة. كمل طريقه، قال لو وقفت الحين بموت أنا وعيالي. كمل طريقه، يوم إنه عدى الخطر اللي يشوف ابنه قد توفى، شاف الدم عليه وتوفى. سبحان الله، كمل طريقه وجته منطقة ودفن ابنه وكمل طريقه. يوم إنه وصل الحدود اللي يبي يعبر المنطقة الثانية، استقبلوه الناس ويا مرحبا والحمد لله على السلامة، واستقبلوا ابنه اللي شايله. إلا شافوا ابنه اللي معاه شايله: يا فلان أنت شايل ابنك تراه ميت، شايله من متى معك كذا؟ جاته طلقة وميت. إلا يعاين ابنه ولا سبحان الله أثاريه دافن ابنه اللي حي. ابنه اللي كان شايله كان غافي وكان نايم، ما درى عنه. يوم إنه دفنه من شدة الخوف، دفن ابنه اللي حي والميت معه. يبي يرجع الحين لابنه اللي دفنه، اللي على الحدود مسكوه وهدوه: يا فلان ما يصلح، الحين وضع سيء. قال والله لابد إني أرجع. عطاهم ابنه الميت ورجع على ابنه يبي يشوفه، وفعلا رجع على المكان اللي دفنه، إلا حصله قد مات. لا إله إلا الله.
دفنه برضو، كمل عليه دفنه وخلص إجراءاته ورجع لابنه الثاني برضو حصله قد دفنوه وعدى الحدود وصار في طريقه. هذه القصة يوم يمكن أنا ما عرفت كيف أعبر لكم عن المشاعر اللي يعني صارت معاه. والله يوم من سمعتها إني بكيت. يا سبحان الله، كيف إنه ترك مناطق الخليج لأجل أبوه وأمه، ويوم إنه راح هناك وأخذ زوجته معاه، توفت زوجته وتوفى أبوه توفى أمه ورد عيالها 2. الله يجبر مصابه، وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا. والسلام عليكم.